بعد ما جاوبتك تاني سؤال وانت رحت واستلمت شغلك، اكتشفت ان عندك مشاكل كتير مش عارف تعمل فيها ايه. اول حاجه بعد ما قمت بالهوم ورك بتاعك وحللت وتواصلت وعرفت المشكله، هتلاقي مقاومه في التغيير اللي انت عاوز تعمله. اول خطوه تعملها لازم تتاكد من دعم مديرك والاداره العليا ليك. تاني نقطه، لازم تشرح لهم اثر ده واثر المشكله دي عليهم وعلى البيزنس كافراد وكمؤسسه. تالت نقطه، لازم تتاكد انك قدرت توصل ده بشكل مقبول، وده شيء مهم. النقطه الرابعه، لازم تتاكد ان معاك افراد مؤمنين بالتغيير ده عشان يقدروا فعلا يحققوا التغيير. النقطه الخامسه، لازم تعرف ان النجاح بيبتدي بخطوات صغيره. عمرك ما هتهد المعبد القديم وتبنيه من اول وجديد، لازم تبتدي ستيب ستيب، بيبي ستيب بيبي ستيب. النقطه اللي بعد كده، لازم تبقى عارف ان الناس اللي ساعدتك في التغيير لازم تديهم امباور ويحققوا ويبقوا ليد وليدر للمكان اللي انت فيه عشان يقدر تطلع وتنجح بيهم. وكن على يقين ان التمكين ده اللي هيدي مثال للآخرين عشان يتغيروا. آخر نقطة، التمكين اللي انت عملته ده هو ده اللي هيبني النظام المؤسسي عندك. وآخر الفصل وخلاصتها، التواصل والنجاح بيكون بيبي ستيب بيبي ستيب.